امر ما نصدقوش. انا شخصيا ما نصدقوش، لكن على لسان رئيس الجزائر حياكم الله مشاهدينا الكرام. كيف ما كنعرفوا ان تونس تمسكت بموقف الحياد من نزاع الصحراء المغربيه منذ الحصول ديالها على الاستقلال، ولطالما الجزائر حاولت تجر تونس باش توقف معها ضد المغرب في عده مواقف دوليه، لكن الرئاسه التونسيه تشبتت بنوايا الايجابيه من قضيه الصحراء المغربيه. ولكن استقبال الرئيس التونسي الزعيم الكيان الوهمي الانفصالي وماشي غير هذا الحدث بالضبط، فسبقت احداث اخرى تؤكد ان تونس اخترقت من طرف نظام الكبرانات، والواضح أن قيس سعيد يطبق أجندة النظام العسكري الجزائري، وهذا الأخير حاول استغلال الظروف الراهنة بتونس. نخليكم مشاهدينا الكرام مع هذا الفيديو اللي كيوضح فيه الخبير الدولي عديد من الأمور، وكاين فيه أقوال الرئيس الجزائري على أن تونس تتعرض للمؤامرة. قبل ما زالت العلاقات التونسية المغربية متوترة. في المقابل السيد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري يقول تونس تتعرض إلى مؤامرة منذ زيارة رئيس الصحراء الغربية البوليزاريو لتونس، من وقتها العلاقات أصبحت متوترة وتونس تتعرض إلى مؤامرة. أظن ثم مبالغة في الأمر هذا، ما نتصورش وأن أي كان ينوي في مؤامرة ضد تونس، لا من الداخل ولا من الخارج. وإن شاء الله ما هوش كما يقولوا الأمريكان ولا الإنجليز wishful thinking، يعني أمل ذاتي نجعل منه حكم سياسي. ما عنديش كل المفاتيح، لكن ما نتصورش فما شكون فما ينوي الدون معناها الدوانة للشعب التونسي او للدوله التونسيه. انا امر ما نصدقوش. انا شخصيا ما نصدقوش، لكن على لسان رئيس الجزائر المؤامره على شمال افريقيا على المغرب الكبير هي افتعال قضيه الصحراء، هذيك المؤامره الحقيقيه على المغرب الكبير. هذا على المغرب الكبير اللي احنا مصيرنا مرتبط بوحده المغرب الكبير، وتبليغ صوتنا في العالم يكون أقوى لما نكون موحدين كمغرب كبير. المؤامرة الحقيقية هي اللي تفصل بين دول المغرب الكبير عن بعضهم البعض. صح. وإن شاء الله الدرس اللي يحصل بفضل الصين لاستعادة معنى العلاقات الطبيعية بين المملكة السعودية وإيران نتعظ به ونستعيد علاقاتنا الطبيعية كإخوان. صح. في المغرب العربي الكبير، ونشرع في بناء المغرب العربي الكبير. صح. هل تعتبر أيضا أنه وقعت مؤامرة لتونس مثلا في تأويل كلام رئيس الجمهورية على فريق جنوب الصحراء واللي صار عليه من ردود أفعال اعتبرها البعض مبالغ فيها حتى، ولا اعتبرها أنه الرئيس كان عنصري في خطابه، شيء اللي خليه يدارك في عدة خطابات أخرى، ولا بيان أيضا على رئاسة الجمهورية يقول أنها أفارقة وعلاقتنا بأفريقيا ما هي الأم وهي الأصل؟ اللي نفهمه أنا من حركة رئيس الجمهورية التونسي لما استقبل ما يدعي به أنه رئيس جمهورية دولة صحراوية، اعتقادي أنه كان واجب الدولة المستضيفة لندوة دولية، كان واجب علينا أننا دولة مضيفة، كل من ينزل عندنا ضيف نرحبوا به. لكن أن نستنتج من وراء الخطوة هذه اللي هي أدبية ما هيش سياسية، أننا حولنا سياستنا واعترفنا بجمهورية اسمها صحراء. فهمت؟ هذا تناقض. عمري تونس ما اعترفت بهالعملية هذه الصحراوية، لا من الأصل ولا إلى حد اليوم. فهمت؟ ونعتبر هل اعترف به الرئيس قيس سعيد؟ عمرنا ما اعترفنا بالدولة هذه. أيوة. لكن ضيف نزل عندنا نعتبره خونا موفق أو غلط أو عن قنطرة صحيحة أو عن غلط، ربي يهدي ما خلق. فهمت؟ لكن احنا نرحب بجميع الأخوان ولو زلوا ولو غالطين. شنو خونا ان شاء الله غدوه يرجع معنا للصواب، وان شاء الله نرحبوا به بصفته خونا، وان شاء الله يعترف هو بيده بالحقيقه التاريخيه والاستراتيجيه الضروريه
هو ومن يناصره، وهذا موقفنا كدولة تونسية. أم باش نتدخل في أي شيء من يكون مصدر انشقاق بين أخ وأخ، هذه ما هي السياسة التونسية. واضح. وسؤال أخير في 30 ثانية بسرعة. بابا الفاتيكان وقت اللي دعا للشباب التونسي بالسلام والأمان و قراءة كيف التوانسة نقراوها؟ رسالة إيجابية ورسالة دعوة من رجل الدين، أو تدخل أيضا في شأن الداخلي؟ أبدا، هذه دعوة وتليق بجميع الأديان خاصة الأديان السماوية، فنرحب بها، وهي تدل على سمو الشخصية اللي أبدت هذا النداء، وإن شاء الله نستجيب إليها. ونحن بقلوبنا نستجيب لكل دعوات السلام ودعوات الإخاء ودعوات البناء. جميل. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا في القناة كنتمنى تشتركوا معنا وتفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تشجعونا بلايك.